هو ما يحكم هذا الشوط بين الفريقين. هذا التعادل أو هذه النتيجة تعطي القوة الجوية لقب البطولة بطبيعة الحال. كرة خطيرة، الله، على حين غفلة، على حين غفلة من الكل. هداف الفريق، قائد الفريق حمادي أحمد يشعل مدرجات ملعب الشعب. حق لها أن تشتعل، حق لها أن تشتعل. فريق القوة الجوية يقترب أكثر وأكثر كلما اقترب الدوري من نهايته، ويثبت أنه الأقرب ليتربع على عرشه ليتوج ببطولته. هنا الكرة الماضية، لاحظ كانت خلفية، برافو برافو، هداف 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 ولاعب كبير، سواء من خلال التوقع أو الحركة بدون كرة أو حتى من خلال الغمزة اللمسة لحمادي أحمد. يسكن الكرة على يسار علي مطشر. هدف أول للقوة الجوية في الوقت بدل الضائع لشوط المباراة الأول. الكل كان يستعد لسماع صافرة النهاية. كان لحمادي أحمد رأي آخر، هكذا هم الكبار. كرة ملعوبة، هدف التعديل يأتي، هو مصطفى محمود. ممتاز، لاعب جدا ممتاز. مصطفى محمود ينجح الآن في أن يدرك التعديل لمصلحة الحدود، ونحن نتحدث عن آخر 9 دقائق. لاحظ الكرة أرسلت ساقطة خالي من الرقابة، تصرف ممتاز في اللقطة الماضية لمصطفى محمود. فالطالب خروج أيضا لم يكن موفق من مرمى. الكرة في شباك القوة الجوية، هدف. خطيرة الآن، خطيرة، ما فيها راية هذه لمصلحة القوة الجوية. أمجد، أمجد يصوب لترتد حمادي. لا يصنع الفرحة للقوة الجوية إلا حمادي في هذا المساء. حمادي أحمد هو من يحمل عبء التسجيل، هو هداف الفريق، هداف الفريق. وفي الليلة الظلماء يكون حضوره حاضر ويشعل مجددا مدرجات ملعب الشعب. يعشق النهايات، حمادي أحمد يعشق. مع نهاية الشوط الأول سجل الهدف الأول، الآن مع نهاية الشوط الثاني يسجل الهدف الثاني. وحمادي أحمد يضع القوة الجوية مجددا، هو من بدأ اللعبة. أمجد سدد بيسارية، علي مطشر أبعد، تابع حمادي أحمد بحس تهديفي عالي لا يفقد حمادي. يسجل الآن ثاني الأهداف لمصلحة القوة الجوية.